في يوم كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي وفجأة سرحت بقول لها أنا تعبت، هو مش كفاية بقى كده؟ قالت لي كفاية إيه؟ في إيه اللي حصل؟ قلت لها يا بنتي كل ما أجي أفرح يقوم منكد عليا ومسودها في وشي. كل ما اجي اخد قرار يقول لي على فكره ما تاخديش قرارات تاني عشان انتي بتاخديها غلط. كل ما اجي ازعل من موقف هو عمل يقول لي على فكره انتي بقيتي حساسه زياده عن اللزوم ومحدش يقدر يتعامل معاكي تاني. بقيت مش عارفه اعمل ايه. لقيتها بتقولي على فكره يا زينب هو مش بيحبك ولا بيكرهك، هو من انواع الشخصيات السامه. قلت لها سامه ايه يعني؟ السم ده ولا ايه؟ قالت لي لا هفهمك في الفيديو ده، هعرفك يعني ايه الشخصيه السامه وازاي تعرفه وكمان صفاته وازاي تتعامل معاه. تابعوا الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عجبك الفيديو، ويلا بينا. تعريف الشخصية السامة في علم النفس هو الشخص اللي قادر يأثر في اللي حواليه بطريقة سلبية، وده بيحصل عن طريق الكلام أو التصرفات أو حتى النظرات. طيب الشخصية السامة دي مش شرط إن هي تأذيك بطريقة مباشرة، ممكن بطريقة غير مباشرة. إزاي؟ إن هي بتخلق جواك شكل من التوتر، القلق، وحاجات كتير جدا، إن هي بتقدر تأذيك نفسيا. ودايما الشخصية السامة دي بتستخدم العاطفة لان هي شاطرين قوي في ان هم يخشوا لك من ناحية العاطفة ويأثروا عليك. ازاي بقى تكتشف الشخصية السامة دي؟ اول حاجة ان انت بتحس ان انت في علاقة بتبذل فيها مجهود عقلي ونفسي الاتنين مع بعض. تاني حاجة ان انت بتيجي على نفسك قوي عشان ترضي اللي قدامك وما تزعلهوش. مهما كان هو عمل ايه الغلط وايه الصح انت بتيجي على نفسك ودايما بتقول ان هو اللي صح. تالت حاجة ممكن تتنازل عن قيمك ومبادئك عشان برضك ما تزعلهوش، وفي نفس الوقت بتحس ان انت تايه ومش عارف تعمل ايه. لو انت يعني بتحس بالحاجات دي يبقى انت فعلا فعلا في حياتك شخصية سامة. ويلا بينا نشوف اللي صفات بقى الشخصية السامة. أول حاجة الدراما المستمرة. من كتر ما هو شخص سلبي بيحس إن الدنيا اللي حواليه دي كلها مشاكل وإن الناس كلها مضطهداه. ليه؟ لأن هو شخص سلبي بينبع سلبية للناس وكمان لنفسه. تاني حاجة التقليل من الآخرين. دايما بيقلل من نجاحاتك ومن إنجازاتك وشايفك إن أنت فاشل وهو أحسن منك. تالت حاجة اللعب على المشاعر. دايما بيحسسك بالذنب، دايما بيجلد في ذاتك. رابع حاجة ان هو التحكم والسيطرة، وكمان ان هو بيغير. دايما مش عايز حد احسن منه، دايما عايز كل حاجة في ايده هو، وهو اللي يمشي الناس. خامس حاجة دايما ان هو ما بيحبش يكون في مسؤولية، بيبعد عن المسؤوليات نهائيا، وحتى لو هو غلطان عمره ما يجي يقولك انا غلطان. لا لا لا، انت اللي غلط وانا اللي صح. ازاي بقى تتعامل مع الشخصية السامة دي؟ اول حاجة حط حدود واضحة. قول كلمة لا لو حسيت ان الشخص السام ده بيضغطك او بيأثر عليك. قول لا كلمة، حاول يبقى ليك شخصية قوية. تاني حاجة قلل التواصل لو انت مش مضطر ان انت تتعامل معاه اصلا. تالت حاجة احتفظ بقيمك. بص ان مش دايما رأي الشخص السام هو الحقيقة، اكيد وقت بيغلط وان احنا بنغلط كلنا. رابع حاجة حاول ان انت تحيط نفسك بناس ايجابية، ان هي بتقدر ان هي تدعمك بشكل ايجابي، وكمان حاول تقوي ثقتك بنفسك. خامس حاجة لو انت حسيت ان الشخص السام ده مش فارق معاك خالص وان انت ممكن تبعد عنه، ابعد فورا. ازاي بقى تتعامل مع الشخصية السامة دي؟ اول حاجة حط حدود واضحة. قول كلمة لا لو حسيت ان الشخص السام ده بيضغطك او بيأثر عليك. قول لا كلمة، حاول يبقى ليك شخصية قوية. تاني حاجة قلل التواصل لو انت مش مضطر ان انت تتعامل معاه اصلا. تالت حاجة احتفظ بقيمك. بص ان مش دايما رأي الشخص السام هو الحقيقة، اكيد وقت بيغلط وان احنا بنغلط كلنا. رابع حاجة حاول ان انت تحيط نفسك بناس ايجابية، ان هي بتقدر ان هي تدعمك بشكل ايجابي، وكمان حاول تقوي ثقتك بنفسك. خامس حاجة لو انت حسيت ان الشخص السام ده مش فارق معاك خالص وان انت ممكن تبعد عنه، ابعد فورا.
واخيرا ان في ناس فعلا بتقلل من نفسنا وبتقلل من قيمتنا، وكمان بتكسر فينا حاجات كنا بنحبها عن نفسنا. كمان بيخطفوا مننا الفرحة والضحكة، وكمان النور اللي كان بيبقى على وشنا. هقولك نصيحة، ان انت فعلا محتاج ان يبقى في ناس حواليك تحبك وتحترمك وتقدرك. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت لو عجبك الفيديو، وانتظروني في باقي الشخصيات، واشوفكم على خير. باي باي.